مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم حبيت أعمل معاكم حلا كده سهل وسريع ويسرسح على القلب. حلا بارد ما يحتاج فرن ومكوناته جدا سهلة ومتوفرة في كل بيت. ويلا نشوف الخطوات. في البداية ححط هنا كوب من الدريم ويب. طبعا إذا مو متوفر عندكم دريم ويب تقدروا تستخدموا كوب من كريمة الخفق، حديكم نفس النتيجة. وبعد كده حضيف هنا كوب وربع من الحليب البارد، أهم شيء يكون حليب مرة بارد، ما يكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده حضيف عليها ملعقة كبيرة من النسكافيه، وأقلب المكونات كده بالسباتيولا في البداية. وبعد كده أشغل عليها الخلاط، تكون في البداية متوسطة وبعدين حتكون سرعتها عالية. بعد دقايق حنلاحظ انه الخليط حيتقل معانا. اول ما يبدأ يتقل معانا ويصير كده قوامه كريمي، حروح اضيف علبتين من القشطة. واستمر بالخلط، وبعد كده حضيف ظرفين من الكريم كراميل. وبعد ما جهز معانا الخليط حنجهز لطبقة البسكوت. طبعا البسكوت تقدروا تستخدموا اي نوع بسكوت شاي، او ممكن تستخدموا كوفي جوي يكون كده منكه يعني بالقهوة. فانا هنا استخدمت بسكوت الشاي العادي وحطيت له كده تقريبا 3/4 كوب حليب. اضفت عليه ملعقتين سكر وملعقة من النسكافيه. فبسكوت الشاي حذوبه كده فيه، يعني شيء مرة بسيط، يعني بس أدخله بس ياخد النكهة، وعلى طول أرصه في الصينية. في البداية طبعا هحط طبقة من البسكوت، وبعد كده هحط من الخلطة اللي عملناها. طبعا حنكون شوية كريمين في الخلطة وحنساويها كلها من جميع الجهات. وبعد كده حنسوي برضو طبقات من البسكوت. طبعا كل واحد على حسب الصينية اللي عنده، تقدروا تسووها في صواني كده صغيرة، اللي هو كل واحد ياخد كده صحن صغير وياكله. تقدروا تسووها في صواني كبيرة، فعلى حسب، لو حابين تزودوا الكمية تقدروا تضاعفوها أكتر.
جاهزة. طبعا طبقة البسكوت مع الكريمة مع نكهة القهوة والشوكولاتة يعني مديها طعم مرة جميل، والحلى يعني سهل وبسيط ومرة يسرسح على القلب. أتمنى تجربوا الوصفة، وأتمنى تعملوا لي لايك وشير، ويعطيكم ألف عافية. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.